اهلا بكم مشاهدين جريده موقع المصدر نيوز. احنا النهارده من داخل مهرجان الصخره الدولي للكابتن احمد المحمدي، ومعنا ضيف من ضيوف المؤتمر. ممكن نتعرف بحضرتك؟ اهلا بيك، ازيك؟ معاكي النائب يحيى فرنسي، راعي الرسمي في الاولاني والتاني. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه راي حضرتك في المهرجان النهارده؟ اول حاجه، محمدي عامل شغل حلو قوي في الموسم الاولاني، وطبعا نجاح الموسم الاولاني بيثبت لك اللي احنا موجودين في الموسم الثاني. يعني انا معاه في الموسم الاولاني، وبسبب نجاح الموسم الاولاني حبيت اشارك معاه في الموسم الثاني بصراحه. وكل فرق ما بين حفله وحفله او المهرجان التنظيم، وهو شاطر في الحته دي. يعني التنظيم قوي جدا، وده بيدي سبب نجاح للمهرجان يعني. طب لو حضرتك هتدي للتنظيم هتدي له كام في المية نسبه نجاح؟ لا، على الموسم الاولاني 100%. الموسم الثاني بيبان بعد المهرجان. طب حضرتك لو هتوجه كلمه للكابتن احمد المحمدي هتقول له ايه؟ معنى اللي انت نجحت الموسم الاولاني يبقى انت هتكسر في الموسم الثاني. انا بجد يا احمد. ان شاء الله. حضرتك ممكن كلمه اخيره للمصدر نيوز؟ انا مبسوط ان انتوا بتشاركونا في كل نجاحاتنا، ووجودكم معانا، ووجودك طبعا، ووجود القناه طبعا حاجه تشرفنا بيها، عشان هي بتحط الضوء على الناس اللي هي الناجحه والناس اللي هي في تطور، وتكفينا اللي انتوا بتشاركونا نجاحاتنا. يعني دي بالدنيا كلها. شكرا لحضرتك. ميرسي جدا ليك. شكرا. كانت معكم سهى عاصم من موقع جريدة المصدر نيوز. متشكرة لحضرتك.